اليوم نشوفوا وصفة الغولي بالبولي والسلق ومرقة الزيتون، يجي بنين وبريزونطابل ويوالم مع رمضان. سورتو ولا عندكم ضياف راح يحمر لكم وجهكم. ناخذ 3 ربطات سلق نفوروا حتى يدبال ومن بعد نعصروا مليح ونقطعوه. نزيد 4 حبات بيض، مغرفة صغيرة بصل مجفف، 4 مغرفة صغيرة فلفل كحل و4 مغرفة صغيرة ملح. نخلط كلش ومن بعد نحطوه في سنيوة فرشت عليها بابي كويسون ونيطاليه، ومن بعد نحطوه يطيب في الفوق على 180 درجة حتى ينشف البيض. نوجد البولي، حطيت هنا صدر دجاج، حبة بصل مرحية، نص مغرفة صغيرة فلفل كحل، 4 مغرفة صغيرة سكنجبير، نص مغرفة صغيرة كركم، نص مغرفة صغيرة ملح، باية حبة بيض، 5 مغارف كبار شابلوغ، ونرحي كلش. ومن بعد نحط البولي عاشي فوق البابي فيلم ونحلو على سمك 5 ملم، ونحط فوقه السلق بعد ما طاب، ونزيد نحط دي مورسو تاع الفرomاج، نبدا نرولي فيه ونعبص شويه باش يلصق البولي مع السلق وما يجونيش فراغات بعد ما يطيب. نقسم لو بودان على زوج ونحط كل واحد في البابي كويسون ونغلقو مليح، نحطو يفور في لاكوكوت مينوت، تقدروا تفوروه في الكسكاس. نوجد لاصوص، ناخذ لو بو تاع سمن المرجان، ناخذ نص مغرفه كبيره وندوبو، نزيد حبه بصل، نص مغرفه صغيره فلفل كحل، نص مغرفه صغيره ملح، ونخليه يتقلى. نحط لي بوله تاع البولي هاشي فيه نص صدر دجاج، صفر حبه بيض، 2 مغارف كبار لا شابلوغ والتوابل. نمرق بالماء سخون ونزيد 4 حبات زروديه مقطعه وشويه زعتره، نخليه يطيب ومن بعد نزيد الزيتون كنت غليته قبل وربع كاس ماء، نخلط مع نص مغرفه كبيره فارينه ونخليه يغلي 5 دقائق باش لاصوص تختار شويه. وهاوليك الشكل النهائي. لو بودان تاع الغولي حمرته في شويه زبده ومن بعد قطعته. مع المرجان ديما فرحان.